السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. يختتم الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا للمواجهة الداخلية غدا الجمعة ضمن منافسات دوري نايل، حيث خاض الفريق تدريبات استشفائية أمس الأربعاء بسبب ضغط المباريات عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي. ويطمئن مارسيل كولر المدير الفني للفريق على جاهزية لاعبيه خلال مران اليوم، خاصة المجموعة التي ينوي الاعتماد عليها في مباراة غد الجمعة. وعقد المدرب السويسري محاضرة فنية أمس قبل انطلاق المران، تحدث فيها كولر للاعبيه عن بعض الأخطاء التي وقعت خلال مباراة الاتحاد السكندري، كما شرح بعض الأمور الفنية المتعلقة بفريق الداخلية والخاصة بنقاط القوة والضعف. وعقب تدريب الفريق اليوم يختار المدير الفني قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة غدا، وبعدها يدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة المرتقبة. وشهدت تدريبات الأهلي أمس انتظام وسام أبو علي بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن وسام أبو علي خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، في الوقت الذي اكتفى عمر كمال عبد الواحد بأداء جلسة علاجية داخل الجيم حرصا على سلامته بعد شكواه من إصابة عضلية خلال مباراة الاتحاد. بالتوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة والمباريات القادمة إن شاء الله.